خطير جدا وهو احتلال. ويجي الاحتلال ازاي؟ من تجربه الهكسوس، باسيف انفيجن او غزوا سلمي. احنا النهارده 2 مليون فيك يا مصر مثلا من الافارقه، بعد على 20 او على 2050 ممكن يبقوا 50 مليون، ما تعرفوش تتكلموا معاهم. باسيف انفيجن من غير حرب ولا اي حاجه، ما تقدرش تتكلم ولا تقدر تخرجهم ولا بتاع. احنا نتحول الى رعايا ولسنا مواطنين، نتحول الى جاليه مصريه في وسط بلادنا مصر، لا نعرف نتكلم ولا نعرف اي دي حركه ممكن يكون هو وراها التمهيد. جهات امنيه او جهات مخابراتيه. نعم، وراها جهات مثلا مخابراتيه الحركه دي ممكن. دي وراها اسرائيل، التمويل الفظيع اللي بيعملوه، وراها الصهيونيه العالميه، وراها امريكا نفسها انها عاوزه تخلص منهم، التمويلات الرهيبه جدا والفلوس الكتيره اللي بيدوها لهم عشان يشتروا اراضي عندنا هنا. عشان كده انا بح صوتي يا جماعه، في حاجه اسمها حق انتفاع، بلاش التمليك. ويا جماعه حق انتفاع ل10 سنين ولا 15 سنه، اعملوا زي الدول العربيه، مفيش حاجه اسمها تمتلك ارض ولا تمتلك ولا تمتلك شقه حتى، طبعا كلها ولا حق شقة انتفاع 99 سنه اقصى خدوا حاجه. بالكم، خدوا يعني التاريخ هو تجربه يعني تجربه الانسان في عبر تاريخه، يستفيد من انتكاساته ويتعلم من انجازاته.